هو في احلى من كده نعمله جنب اي اكله؟ بسرعه بقى، حله سخنه على النار، حطيت فيها زيت وزبده، وبمجرد ما يسخنوا بحط فيها التوابل الصحيحه، رومي وحبهان وورق لورا، ولو عندكم قرفه يا ريت عيدان تبقى تحفه. اول بقى ما ريحتهم تطلع على طول نزلوا بصله مفرومه ناعم لو بتحبوا عليه بصل، بس انا بقى بحط جزره كده مبشوره. عايزه اقول لكم تشويحه الجزره دي بتفرق جدا في الطعم بتاعه، بجد بقى بتخلي طعمه حلو جدا وزي السكر. عشان الاختلاف اللي هلاقيه معايا يا جماعه، انا بغسل الرز البسمتي بس مش بنقعه. اهم حاجه بقى تشويحه الرز بقى في الزيت والزبده بيفرق جدا. مفيش اسهل من كده، ملح فلفل اسود كاري وكركم ورشه من القرفه. انا كمان ضفت كده رشه من المرقه البودر لو انتوا حابين، ودي اختياري جدا. هقلب بقى كل الكلام ده مع الرز حلو جدا لحد ما يوصل للشكل ده. بصوا بقى، كوبايه الرز بتاخد كوبايتين من الميه، بس علشان نوع الرز بيختلف من شركه للتانيه، فانا بزود لكل كوبايه كوبايه ونص في الاول، بس لو احتجت في الاخر بزود نص كوبايه. بسيبه بعد كده على نار عاليه لحد ما يوصل معايا للشكل ده، كل رزايه تدخل البيت بتاعها. بديله بعد كده معلقه سمنه من على الوش، بتفرق جدا في الطعم. تقليبه بقى سريعه، واغطي عليه ووطي واسيبه يستوي على نار هاديه. وبعد ما اقفل عليه بحط كده من على الوش رشه من الزبيب، وبغطي عليه بقى واسيبه شويه، ودي مهمه جدا ان احنا نغطي عليه. تلاقوا بقى كل رزايه كده لوحدها ومفلفل، وبجد طعمه يجنن. عايزه اقول لكم من احلى المرات بقى اللي هتاكلوا فيها الرز بسمتي مفلفل وطعمه بجد يجنن. اعملوه بقى جنب المشويات، جنب اي حاجه. انا كنت عامله جنبه فاهيتا، تلاقوها موجوده على الصفحه لو حابين الطريقه بتاعتها، طعمها كمان في منتهى الجمال. جربوه وبألف هنا.